تعالوا بقى النهارده نجرب القطايف في القلاية الهوائية. انا واثقة ومتأكدة ان الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. اول حاجة كده هجيب القطايف بتاعتي، هنحشيها بقى اي حشوة احنا عايزينها. انا حشيتها هنا مكسرات وبلح. اجيب طبق كده وهجيب معلقتين بس من الزيت، وهدهن القطايف كده من على الوش بالزيت، وبعد كده هقلبها على الناحية التانية وهدهن برضو الوش التاني بالزيت. كل الحكاية اللي احنا هنحتاجهم بس هم معلقتين كبار. بعد بقى ما دهنتها كده بالزيت، هجيب القلاية بتاعتي وهرص فيها القطايف كده زي ما انتوا شايفين. هنحاول كده نرصها كده جنب بعضيها، وبعدين بقى هدخلها القلاية. هشغل درجة الحرارة على 170، وبعدين بقى هسيبها لمدة 10 دقايق. هفتح عليها القلاية بعد 10 دقايق الاقي لونها اتغير كده شوية، هقلبها على الناحية التانية وادخلها لمدة 10 دقايق تاني في القلاية. لو مش متوفر بقى القلاية هنعمل نفس الخطوات بالظبط، بس هنحطها في الفرن. اول برضو ما تاخد لون كده وتلاقيها مقرمشة هنخرجها من الفرن على طول. طبعا انتوا شايفين بقى شكلها عامل ازاي. بجد تجربة جميلة جدا، احسن من المقلية مليون مرة، وطعمها كمان جميل جدا وخفيفة قوي قوي، وكمان مقرمشه جدا جدا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. صلوا عليكم في الكومنتات، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ودمتم في رعايه الله.